حكاية عربية لا تنسى في عمق الصحراء وبين كثبان الرمال الممتدة حتى الأفق. كان يعيش شيخ قبيلة حكيم جاوز عمره 70 سنة، لكنه بقي مهابا بين الرجال، مسموع الكلمة. كان له أبناء أقوياء وبنات طاهرات شريفات، وقطيع من الإبل والغنم يملأ المراعي سعة وخيرا. وكان هنالك كلب، ليس أي كلب بل حارس وفي، لا ينام إلا على صوت الذئاب، ولا يأكل حتى يطمئن أن القطيع بأمان. وذات مساء تسلل أحد سفهاء الحي، حاقدا أو عابثا لا ندري، واقترب من الكلب المغوار، وفي لحظة غدر غرس خنجره في قلبه. سقط الكلب وسقطت معه هيبة السكينة. ركض الأبناء إلى أبيهم يلهثون غضبا: يا أبانا، لقد قتل كلبنا، لقد غدر به فلان. رفع الشيخ رأسه ببطء وعيناه تتلألآن بشيء لا يفهمونه، وقال بصوت ثابت: اقتلوا من قتل الكلب. سكت الأبناء، نظر بعضهم لبعض. نقتل رجلا من أجل كلب؟ يبدو أن الشيخ قد خرف. أن لا، هذه مبالغة لا تغتفر. وهكذا عصوا أمر أبيهم وأهملوا نداءه. لكن الأيام لا ترحم من لا يتعظ. وبعد شهرين وفي ليلة عاصفة أغار اللصوص، كأنهم ذئاب بشرية، اجتاحوا المراعي وساقوا الإبل والغنم وتركوهم فقراء بعد غنى. فزع الأبناء إلى أبيهم يصرخون: سرق القطيع يا أبانا! نظر إليهم ولم يزد عن قوله: اقتلوا من قتل الكلب. صعقوا: أي جنون هذا! نحدثه عن السرقات فيحدثنا عن كلب ميت. لكن المصيبة الأكبر لم تتأخر. قبيلة غادرة هجمت وسبت إحدى البنات وساقوها أمامهم في موكب من العار. ركض الأبناء إلى أبيهم مرة أخرى: اختطفوا أختنا، ماذا نفعل؟ فقال بنفس الهدوء وبنفس النبرة: اقتلوا من قتل الكلب. كان الصمت هذه المرة أثقل من الرمل. لكن الابن الأكبر، وقد سئم الحيرة، قال: سأطيع أبي ولو اتهمني الناس بالجنون. فذهب إلى قاتل الكلب وسيفه بيده، وقال له: بأمر أبي أتيت لأقتلك، فقد قتلت من لا يقدر بثمن. ثم فصل رأسه عن جسده وتركه للتراب. وفي اليوم التالي وصلت الأخبار كالنار في الهشيم. القبائل سمعت اللصوص، سمعوا المغيرون ارتجفوا، وقالوا: إن كانوا قتلوا رجلا من أجل كلب، فماذا سيفعلون بنا وقد سبينا أختهم وسرقنا إبلهم؟ وفي ليل حالك أعاد اللصوص القطيع إلى المراعي، وهربوا لا يلوون على شيء. أما المغيرون فأعادوا الفتاة في موكب شرف، بل وخطبوها لابن شيخهم، طمعا في مصاهرة القوم الذين لا يستهان بهم. جلس الأبناء حول والدهم بعد كل ذلك، ووجوههم مطرزة بالخجل والندم. قال الابن الأكبر بصوت مكسور: الآن فهمنا. يا أبانا. نظر إليهم الشيخ وقال بهدوء: الكلب لم يكن مجرد حيوان، بل كان الرمز، وكان الجرس الذي إذا سكت تسلل اللصوص واستبيحت الحرمات. فمن لم ينتصر للكلب لن ينتصر لأخته ولا لأهله.